اهلا بيكم في اولى حلقات برنامج عالم جديد. في رحله حياتنا معظمنا ماشي في طرق ثابته واتكررت علينا نفس النصوص القديمه، بدايه من نص اشرب اللبن عشان تكبر، وصول النص ادخل الكليه الفلانيه عشان تنجح. ومحاوله للخروج عن النصوص القديمه وتغيير مسارات حياتنا جه كتاب النهارده، الخروج عن النص، اللي اتطبع منه اكتر من 2700 نسخه، واللي بيعتبر من افضل واسهل كتب علم النفس. ده استشاري طب النفس في جامعه المنيا دكتور محمد طه، اللي بيتكلم في موضوعات مختلفه ومتنوعه، وبيناقش بعض المصطلحات زي التكرار القهري والتقمص الاسقاطي وحدودك مع الله. كلها هنناقشها النهارده من خلال الحلقه. قوم اطمن على حد. بيشوف الكاتب ان نفسك هي البيت اللي بيضم مشاعرك وافكارك، وليك الحق الكامل في انك تستقبل فيه اي حد او ما تستقبلش حد خالص. بيلفت نظرنا لوجود شخصيات كل هوايتها هي اقتحام بيتك ده والاستحواذ عليه، وشخصيات تانية زي مصاصين الدماء بتخليك تفضل تدي لحد ما تستنزف تماما. وشخصيات تانية الأخطر منهم كلهم هي اللي بتحاول تلغي الحدود بينك وبينهم، فتوه جواهم متبقاش عارف انت فين وهما فين. وعلى نقيض تماما شخصيات نفسها تاخد فرصة واحدة بس تفتح ليهم الباب لأول مرة، وبيقدم لنا في نهاية الفصل نصيحة حلوة قوي، هي قوم اطمن على حدودك. شوف مسافاتك بين الناس، مين قريب ومين بعيد، واعمل التعديلات اللازمة علشان نفسك انت المسؤول عنها. في الحديث عن النفس، هو في حاجة اسمها نفسك الحقيقية ونفسك المزيفة؟ نفسك الحقيقية هي النفس الحرة والتلقائية والعفوية، والنفس المزيفة هي اللي ظهرت نتيجة للانتقاد والتنمر، فبقيت أهدى وممل عشان تكون محبوب، وتحولت تدريجي لشخص تاني. ولأن الأمر ده مؤذي جدا كان لازم نلاقي حل، والحل هو وجود علاقة واحدة بس، صداقة، أخوة، أهل، تسمح لك تكون أنت عفوي وحر وتلقائي، وتسمح لك كمان إنك ترتكب الغلط، لأننا كلنا بشر. في الحديث عن الغلطات، ليه بنكرر نفس الغلط؟ يعني مثلا حد مر بتجربة حب وكانت فاشلة، فيقوم يدخل في علاقة جديدة مع حد بنفس مواصفات شريك الحياة القديم، وده اسمه التكرار القهري، اللي بيرجع لأربع أسباب رئيسية. أول حاجة رغبة الشخص ده في إنه يسيطر على الموقف الجديد ويثبت إنه مش هيفشل زي المرة اللي فاتت. تاني حاجة رغبة الشخص ده في إنه يلعب دور الجاني بعد ما كان بيلعب دور الضحية. تالت حاجة هو رغبة الشخص ده في الانتقام من نفسه نتيجة شعوره بالذنب في الدفاع، الفشل في الدفاع عنها في المرة. آخر حاجة هي إنه حابب يعيد الموقف على أمل تغيير النهاية، لكن حقيقة إعادة المواقف ما بتغيرش من النهاية حاجة، بل بالعكس بنعيد نفس مشاهد الألم من جديد. بالحديث عن المواقف، مين فينا ما مرش بمواقف غير المنتهية؟ مواقف غير المنتهية هي المواقف اللي كان جوانا كلام ومشاعر ما قدرناش نقوله، واللي بدنا نعيدها كل ليلة في السيناريو قبل ما ننام، واللي ممكن تكون بتستنزف طاقتنا ومشاعرنا بشكل يومي، والسبب الرئيسي لمعظم الأعراض والأمراض النفسية. طب والحل؟ في 5 حلول عشان نتخلص من المشاعر اللي سببتها المواقف غير المنتهية. أول حاجة معاك آلة الزمن، ارجع للموقف الرئيسي وحله، وده مستحيل. الحل التاني هو حل سلمي أوي، تفضل زي ما بين الماضي والحاضر، مفيش جديد. الحل التالت هو إنك فعلا تعيد الموقف وتغير النهاية، تقول المشاعر اللي مقدرتش تقولها والكلام اللي احتفظت بيه. طب لو حد ده متوفي أو مسافر، في الحالة دي في جلسة علاجية تخيل الشخص ده قدامك وبتبدأ تقول كل المشاعر والأفكار اللي كانت جواك. طب والحل الرابع هو إنك تسامح وتنسى، وده محتاج درجة عالية من النمو النفسي. الحل الخامس هو إنك تحسن، تسامح وتحسن، وده محتاج درجة عالية قوي من النمو النفسي والسلام الداخلي. وكل ده في سبيل إننا نتخلص من المشاعر اللي جواك. بالحديث عن المشاعر، معقول تكون مشاعرك مش مشاعرك؟ أحيانا بنحس بغضب أو زعل أو حزن من غير سبب واضح، ولو رجعنا السيناريو هنكتشف ان ده كان نتيجه لاننا كلمنا حد او قابلنا حد كان عنده المشاعر دي ونقلها لنا، ودي حاجه اسمها التقمص الاسقاطي. حد عنده مشاعر معينه واسقطها عليك، وانت تقمصتها وبقيت زعلان او حزين او فرحان. طب والحل؟ الحل في الفلتر، هو انك تعرف مين الناس دي وتبطل تتاثر بيهم، علشان في ناس كل هدفها بس انها تدخلك في علاقات خطر. اتكلم الكاتب في الفصل ده عن علاقتين خطيرين، وهي علاقه الحبل السري وعلاقه العقل. علاقة الحبل السري بيكون فيها أحد الطرفين بيمد التاني بكل حاجة، هو مصدر الحب والاهتمام والحنان، مصدر الحياة، ومن غيره حياة التاني تتوقف تماما. طب وعلاقة العمى، حد مر بتجربة حب قديمة ودخل في علاقة جديدة، لكن بيستحضر دايما الحب القديم وبيعمل نفس ردود الأفعال، حتى ممكن يغلط في الأسماء. طب وأعرف منين دي مشاعري ولا مشاعر قديمة ومخزنة؟ لو كانت المشاعر كتيرة قوي وفي وقت قليل، يبقى أنت في حالة عمى محتاج تفوق قبل ما تدمر علامات الداخلية.
في عالمنا الداخلي مجموعة من الصور للعلاقات اللي مرينا بيها، اللي بعضها ممكن يكون كويس وبعضها ممكن يكون مؤذي. وعلشان ما فيش حد فينا عالمه الداخلي 100% سليم، كان لازم نلاقي حل. والحل هو في وجود علاقة أو عدة علاقات بتنقلك رسائل نفسية سليمة وبتلبي لك احتياجاتك، عشان تبطل تدور على حاجاتك بره، زي الحاجة الاهتمام والحب والشوفان. إعلان شركة بيبسي وكوكا كولا عن الأسماء حقق أعلى نسبة مبيعات في مصر، وده لأننا كلنا عندنا حاجة اسمها الحاجة للشوفان، هو إننا بنحب نكون متشافين ومتقدرين ووجودنا مهم، حتى لو بالاسم وبس، وبنكون على استعداد تام إننا نعمل أي حاجة علشان نتشاف. بس اوعى وأنت بتدور على إنك تتشاف تتحول لمدمن. الإدمان هنا مش إدمان مادة مخدرة، الإدمان هنا هو إدمان الاحتياج والاهتمام والحب والشوفان. طب والحل؟ الخلاصة والحل لمعظم مشاكلنا النفسية هي وجود علاقة أو عدة علاقات، أخوة، صداقة، أهل، بتوفر لنا الاحتياجات دي من الحب والاهتمام والشوفان، نقدر فيها نكون محبوبين ومتقدرين ومهتمين. في الحقيقة الكاتب اتكلم عن موضوعات تانية كتير تقدروا ترجعوا لها في كتاب أخرج عن النفس. استنوني في الحلقة.